تعال اقول لك النهارده على 6 برامج المفروض يكونوا عندك النهارده قبل بكره. اول حاجه شات جي بي تي بلس، سواء انت بتكتب سكريبت او بتدور على افكار لشغلك او ترجمه او انت بتعمل سيرش عميق على حاجه معينه، هو بيساعدك فيها. يعني شات جي بي تي هو المساعد بتاعك او دراعك اليمين اللي انت ما تقدرش تستغنى عنه. وطبعا النسخه المدفوعه منه بتخليك تعمل حاجات كتير، منها ان انت بتكريت صور انليمتد وما بتستناش في طابور الداونلود، والنتائج بتاعته بتكون احسن وادق من النسخه المجانيه. تاني حاجه وهو برنامج التصميم العالمي كانفا برو، وده فعليا حبيب الملايين. والبرنامج ده هو البديل السحري للفوتوشوب. برنامج سهل وسريع واي حد يقدر يتعلم عليه بسرعه. لو انت ما تعرفش اي حاجه في التصميم وانت مثلا صاحب بيزنس او انت عايز تعمل حاجه بايدك، انت تقدر في 5 دقايق اول ما تفتح البرنامج هو بيقول لك صمم كده. انت بس بتختار التمبلت وتغير فيها، وتقدر تشتغل عليه من التليفون، تقدر تشتغل عليه من اللابتوب. فهو سريع وبيطلع نتائج هايله، وكل التمبلتس كل حاجه تستحق ان انت تشتغل عليها كلها موجوده في النسخه المدفوعه كانفا برو. ثالث حاجه كاب كات برو، وده برنامج المونتاج العالمي اللي بيتميز ان هو سهل وسريع جدا ويوزر فريندلي. يعني تقدر تستخدمه من التليفون، تقدر تستخدمه من اللابتوب، بيطلع لك جوده عاليه. تقدر تشتغل على النسخه المدفوعه من غير علامه مائيه، بتقدر تشتغل من غير اعلانات، بتقدر تضيف اوتو كابشن براحتك، وطبعا بيفتح لك عدد كبير من الفونتس والتمبلتس والافكتس وكل حاجه في النسخه البرو. رابع حاجه مجموعه ادوبي كرييتيف كلاود، ودي طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عنها. يعني بيوفر لك فوتوشوب، بريمير، الستريتور، افتر افكت، واي مونتير احترافي عارفه وشغال عليه. بس الفرق بينه وبين البرامج التانية ان في برامج تانية اسهل في التعامل شوية من الادوبي، لكن في ناس ما تستغناش عنه. ادوبي ببساطة بتخليك تتحكم في كل تفصيلة وتطلع شغل احترافي، ومع التدريب البسيط على ادوبي ممكن يفتح لك مصدر دخل مع شركات كبيرة جدا بسهولة. خامس حاجة بقى وهو جوجل جيميناي وفيو 3، وده بقى ترند الموسم. عايز اقول لك ان اي فيديوهات مدهشة بتشوفها معمولة بفيو 3، وما بتقدرش تفرق ما بينها وبين الفيديو الحقيقي. انت بس بتكتب له وصف للمشهد اللي انت عايزه وتخيل، وهو بيطلع لك المشهد كأنك مصوره بكاميرا احترافية تماما، ومفيش مونتير دلوقتي مش شغال عليه، ومفيش شركة كبيرة مش بتستخدمه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان فيو 3 بيطلع فيديوهات باللغة العربية، وكمان مش باللغة العربية بس، باللغة العربية باللهجات المختلفة. اخر حاجة بقى وده المهم جدا، برنامج 11 لابس. 11 لابس بيكون فيه اصوات مختلفة من كل دول العالم، بيدعم اللغة العربية. لو اتعلمت عليه بسهولة تقدر تطلع صوت عربي نقي كويس يساعدك في شغلك، سواء كنت بتستخدم محتوى اجنبي او محتوى عربي. وكمان 11 لابس بيوفر عليك ان انت تشتري مايك بجودة عالية وبفلوس كتير وتسجل بنفسك. هو بيطلع لك كل ده بصوت حقيقي تقدر تستخدمه في المحتوى بتاعك، وفي 5 دقايق بتقدر تسجل اي عدد دقايق انت محتاجها. طبعا كل الادوات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بنقدر نوفرها هنا في ريتش بلس باسعار اقل من المواقع الرسميه، وكمان بيبقى معاك ضمان ودعم طول المده. يعني بتشتغل وانت مطمن، وكمان بتكسب من كل دقيقه بتقضيها على السوشيال ميديا، وبتخلص شغلك بنفسك. لو عايز تبدا صح وتشتغل باحتراف ابعت لنا دلوقتي، وهجهز لك كل البرامج اللي انت محتاجها تبدا بيها من دلوقتي.